وانتوا نازلين مطار الدار البيضاء لا تفوتكم بسكورة فيها مطعم فنان، يا انت طالع المطار ولا راجع مر عليه. مطعم جنان ضخم ومتسع ومتخصص في الطواجن، ولا يفوتكم لحم المعيز، إذا جيتوا هنا اطلبوه. هذا الطواجين الماعز، يا سلام. وهذا المشويات في الوسط. تبغى تشوف كذا من الأعلى نطلع إلى أعلى برج في الدار البيضاء، كويس أنت. من عجائب كازابلانكا دورة المياه هذه، بوريكم إطلالتها. دورة مياه في المغرب، هذه إطلالة فندق 5 نجوم. ما هذا يا كازابلانكا، دورة مياه هذه إطلالتها. هذا جانب من جمال كازابلانكا، الدار البيضاء، ممشى رياضي وحديقة على أمواج المحيط الأطلسي، بعض المطاعم والمقاهي المطلة على شاطئ الدار البيضاء على المحيط مباشرة. هنا المغرب، هنا الدار البيضاء في وجهها الجديد. الله، والمسبح على المحيط. صلاة الجمعة في واحد من أكبر مساجد العالم، جامع الحسن الثاني في الدار البيضاء، جوهرة مغربية على الماء. هذه المئذنة الشامخة تمتد في السماء 200 متر، بناية من 66 طابق، ناطحة سحاب. اليوم حنا في ضيافة طه في المغرب. مرحبا بك. الله يسعدك. وعملت لنا هذا الطبق المغرب الأصيل. استريح طه. فاللي ما جرب الكسكس من أيادي مغربية في بيت مغربي ما يعرف الكسكس. اليوم الجمعة، ومن الأشياء الضرورية في المغرب الكسكس يوم الجمعة، والكسكس ما يحلى إلا بالتغميرة دياله. يا سلام. كثيرا ما كنت فاهم الكسكس، لين يسقونه بهذه التغميرة اختلف الطعم معاي 100%. ومن الأساسيات في المغرب الأتاي وأطباق الحلال، لكن هذه 3 أنواع من البهلة. وهذه هذا فقاس. فقاس، وهنا وهذا صابلي. بهلة وفقاس وصابلي. ونبدأ يومنا مع طبق المسمنة المغربية، عبارة عن دقيق ناعم وملح وزبدة، وينضاف عليها العسل. وصباحكم سعيد من المغرب. من الأشياء الجميلة في المغرب محطات الاستراحة في الطرق، فيها مطاعم ومقاهي بعرض لكم إياها. هنا السوبر ماركت، في هذه الناحية المطعم والمقهى والجلسات، المسجد، ألعاب أطفال. وصلنا إلى مراكش الحمراء، استقبلونا بالأهازيج المغربية. من الأشياء الجميلة في المغرب يستقبلوك بالتمر والقرقاع اللي محشي باللوز ومع الحليب، هذا من كرم الضيافة المغربية. من الأماكن المميزة اللي أنصحكم تزورونها إذا زرتم مراكش، المقاهي المطلة على ساحة الفنا، وهي بالفعل ساحة الهنا مو الفنا، عالم من البهجة. ساحة الفنا متنفس لأهالي مراكش عبر الزمن، أنشأها المنصور الذهبي في عهد السعديين، وكان بيسميها الهنا، ولكن جاء الطاعون وقضى عليهم فسموها الفنا. حوريكم العجائب في هذه الساحة اليوم. مراكش مهد الحضارات المغاربية، عاصمة المرابطين والموحدين ومدينة السعديين والعلويين. مرور هذه الحضارات لم يكن مرور عابر في مراكش، بل ترك البصمة الباقية الخالدة. هذه المئذنة الشامخة نحكي قصتها في المقطع القادم. من عجائب مراكش هذه الفنادق القديمة، عمرها مئات السنين، 600-700 سنة. شوفوا نظام الغرف في الأعلى، وفي الأسفل تلبق سيارتك اللي هي دابتك، جمل، خيل، وتطلع تنام في الأعلى. من أسرار الضيافة المغربية، هنا موجود 4 أطباق. ليش؟ لأن الأكل على 4 مراحل: حريرة، لحم مشوي، كسكس، وبسطيلة بالحليب. هنا المغرب. البداية مع الشوربة الملكية المغربية، الحريرة، خليط من الخضروات، وجبة لحالها. وصل الطبق الثاني، المرحلة الثانية اليوم يا شباب. الأكل على مراحل، وهذا اللحم المشوي على الطريقة المغربية. تبارك الله. المرحلة الثالثة يا شباب، ايش تتوقعون الطبق؟ كسكس بالدجاج ب7 خضار، وهذه بصل معسل. هذه يسمونها التفاية، تنحط مع الكسكس. وصل الطبق هذا كم يا شباب؟
الرابع. ما شاء الله. افتح. هذا طبق يسمونه الجوهرة اللي هي بسطيلة بالحليب. بسم الله. هذا نسميه احنا الجوهرة بالحليب الجوهر واللوز والسكر. شباب تسمعون صوت التهشيم؟ يا سلام يا سلام. هذا زواج مغربي كذا يزف العروسة إلى بيت زوجها. هذا المحمول يسمونه العربة والعربية. لمكان جميل في مراكش، قصة التحول من القوة إلى الضعف، من الملك إلى الأسر. بيت المعتمد حاكم أكبر دولة من دويلات الطوائف، مملكة إشبيل، على حائط هذا الجدران قصة الملك الأسير. هنا كان واقف مع وزيره أبو بكر بن عمار يتشاطرون بيت من الشعر. قال صنع الريح من الماء زرد. ما عرف يرد الوزير فردت اعتماد وكانت جارية لا يعرفها قالت أي درع للقتال لو جمل. فبدأت قصة الحب وتزوج معتمد بن عباد في باحة قصره ومع عشيقته وزوجته اعتماد الرميكية. وفي هذا المكان انتهت قصة المعتمد الملك الأسير، من حياة القوة إلى الضعف، من الغنى إلى الفقر، من الحكم والملك إلى الأسر. هذا قبره وهذا قبر زوجته اعتماد الرميكية التي شاركته في نعيمه وفي بؤسه، وهذا قبر ابنهم الصغير الربيع. حتى إن المعتمد رثى نفسه ويقول قبر الغريب سقاك الرائح الغادي، حقا ظفرت بأسلاء ابن عباس. جلسة مراكشية لكن غير، في وسط حديقة غناء من الزهور ما تشم إلا الروائح العطرية وتسمع زقزقة العصافير. الدلة عربية والفنجان أمازيغي والجلسة أندلسية. الله الله. بسطيلها المغربية لا يأكلها إلا كبار ضيوف المغرب. نستطيع أن نختصرها عبارة عن سمبوسة كبيرة. مكونة من إيش؟ مكونة من الشعيرية وأيضا ورق السمبوسة والحوت. شوفوا الجمال والفن والإطلالة. بستان مول أحدث مولات مدينة مراكش، وهذا الفندق تابع للاعب العالمي كريستيانو رونالدو. جميلة يا مراكش. الطبيعة تتحدث في مراكش، الثلوج تكسو جبال الأطلس ونهر أوريكا يخترق هذا الوادي الأخضر الجميل. جولتنا اليوم في مراكش الحمراء على ظهر الخيل، قافلة تسمى الكوتشي. بوريكم فن المعمار المغربي بأبهى حلله، الزليج المغربي، الجبس، خشب الأرز، المقرنصات. هذا القصر عمره مئات السنين، بهو الرياض السعيد في مراكش. شوف يا أبو فهد، شوف الفخامة، شوف التاريخ، شوف الزليج اللي بيشتغل باليد. يا الله. شوف الخشب من مئات السنين، لا نجارة ولا مكاين، كله شغل يد مغربية. تبغى تجربة مميزة في مراكش؟ اسأل عن مقهى الباشا. هذا المكان مرحبا بيك، عالم آخر من القهوة. شوفوا بس كيف النظام، الترتيب، المعمار، حاجة ولا أروع. هنا تستلذ بالقهوة. هذا المكان فيه أغلى وأفخم أنواع القهوة في العالم. فيه أكثر من 60 دولة، كل دولة مكتوبة، لكن أغلى قهوة هي القهوة العربية اليمنية. يحق لها يمن. يحق لكم يا يمن. كل شيء هنا مشغول باليد، جبس، مزخرفات، نقوش، سقوف. غروب الشمس في أجمل مدن أفريقيا، مدينة البحر، مدينة المحيط، مدينة التلال. هنا أفريقيا وهناك أوروبا، الأندلس. من يعرف هذه المدينة؟ مدينة الأساطير. سحر الطبيعة في المغرب، جمال المكان وجمال الإنسان. السلام عليكم. السلام. كيف حالك أخي؟ الحمد لله. لقاء خفيف. الحمد لله. من أين أنت؟ من مدينة طنجة. مستمتع؟ الحمد لله. ما شاء الله. مستمتع. الاسم الكريم؟ عبد السلام الخراسي. أنعم وأكرم. انتم من أنتم؟ نحن من الخليج، من السعودية والكويت وقطر والبحرين. الخليج كلها بإذن الله. كل الخليج تحبه. كل الخليج. يا شيخ تستاهل حضن. هذا المكان في المغرب من عجائب الجغرافيا، نهاية البحر الأبيض المتوسط وبداية المحيط الأطلسي. هنا يلتقي البحران،
في منظر عجيب في طنجة. نحن الآن